نعم. الحق لا شفنا حور الجين لا شفنا جنة، طب الحشد والجيش يفتح حقنا. بروح امك. شاهد القصيدة طويلة، القوات العراقية تحتحم الموصل من كل جناب، من كل الرصاص يأتينا من كل ناحية وجانب. لا تخف سوف نسدد عليهم. شو السدد يا ضلالتو؟ ليش ما تقلت يا ضو سدد ايه؟ لا تخف سوف نطق عليهم هذا. زين ما طقت عليهم، شطك عليهم يا مالتو، ليش ما تقلت بيت يا شرب تسكت؟ ابو صماغ هل انت خائف؟ والله بشرفك والله زين ما طبعا خايف. مولاي الامير انا طالب من الدولة الاسلامية. ماذا؟ طلع تعيين من هو. مولاي الامير كذبتم علي، صار لي 2 سنين وياكم، قلتوا لنا سنزوجك حور الزين، ادري ازوجك بشتي، صار لي 6 رقم بنيه ما بحصل، هسه اعطونا رقم خلود وخلنا نفلت. كل البته كل اصبر يا ابو صماغ. كل البته لا ظل صبر وياك، لا ظلت اخلاق، ما اريد انا الحور زوجنا حلاق. لا تقل لي عدا عدمك. يا أبو صماغ إن عقلك أصبح جرابا. حتى لو عقلي أصبح جرابا، المهم هي عقيدتي. وما هي عقيدتك؟ الفردة الثانية مال الجراب. افرح يا أبو صماغ سوف تنال الشهادة. مسلك مال ما بي حيل دور ثاني. ليس شهادة الدراسية، إنها شهادة الخلود. ما أريد شهادة، اعطوني رقم خلود وخل نفلت. يا أبو صماغ إنها الشهادة التي ستؤدي بها إلى حور العين. يا أبو صماغ خذ هذا حزام الناسف. أنا لا أريد الحزام الناسف، لا أطوه بعد اليوم. يا أبو صماغ حتى تصل إلى حور العين يجب أن تفجر نفسك. أفجر نفسي؟ كاش راح أوصل لحين الحير معلاق. لا تخف يا أبو صماغ، إن حور العين سوف تجمع